ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ عندي لكم بقى النهارده خبرين جامدين جدا. الخبر الاولاني انا جبت لكم ابلكيشن او طريقه تقدر تعمل بيها الصور دي بس ببلاش من غير فلوس خالص، لان زي ما انتم عارفين ابلكيشن لينسا ده بفلوس، لازم اقل باقه عشان تشترك فيها لازم ب 80 جنيه. واللي ما يعرفش فيكم ايه لينسا ده فانا عملت عنه فيديو هسيبه لكم في الاي اللي فوق هنا. وباختصار كده فكره الابلكيشن ده ان هي بتجمع لك شويه صور كده وتقدر تاخد منها ملامح معينه وبتدمجهم عشان تطلع لك شويه صور رايقين جدا. والفكره ان هنا ان هم مختلفين عن بعض، يعني في تنوع في الافكار. المهم اللي لسه ما شافش الصور اللي عملتها عن طريق الابلكيشن ده، انا نزلت صور على انستجرام. طبعا عارفين لينك الانستجرام هتلاقيه في الوصف تحت، بس انا عملت في الصور دي حركه شنيعه شويه، وهي ان الابلكيشن ده بيطلب مني صور معينه. انا ساعتها الموبايل بتاعي ما كانش عليه الصور المطلوبه فحطيت اي صور وخلاص، فالنتيجه ان هو طلع الصور مش احسن حاجه، بس في العموم برده رايقه. وده يودينا بقى للخبر الثاني، وهو ان انا هختار واحد منكم وهعمل الصور بتاعته عن طريق ابلكيشن لينسا هديه مني، والسحب اكيد هيبقى على انستجرام. بس المهم جدا اللي هيكسب يبعت لي صور مظبوطه قوي، يعني انا هقول له يبعت اي صور بالظبط عشان تبقى الصوره احسن حاجه، ما يعملش زيي يعني. والسحب هيبقى بعد اسبوعين 3 من دلوقتي، هنحدده مع بعض على انستجرام. نيجي بقى للمهم وازاي تعمل الصور دي ببلاش، فيلا بينا. فانا حاولت اشوف لكم طريقه تكون كويسه جدا وتطلع الصور احسن حاجه. للاسف في ابلكيشنز كتير على جوجل بلاي واب ستور بس مدفوعه بفلوس كلها، والمطلب الجماهير طبعا ان هي تكون مجانيه. للامانه الابلكيشنز مجانيه مش احسن حاجه، فعشان كده الطريقه اللي هقول لكم عليها دي احسن حاجه تطلع حاجه ببلاش. بس بقى المميز في الطريقه اللي انا هقولها لكم دي ان انت تقدر تعمل الصوره اللي على مزاجك، يعني تختار الصوره اللي انت عايزها وتختار الصوره اللي على مزاجك عايزها ازاي بالظبط. ما تيجي نشوف. اول حاجه هتنزل الابلكيشن ده وهسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكربشن تحت، وهتسجل فيه عادي بالايميل او برقم التليفون وتعمل تاكيد للايميل بتاعك او لرقم التليفون عشان يعمل حساب عادي. بنت الكلب، انا بنت كلب. المهم بعد ما نخلص الخطوات دي وكله يبقى تمام، خلاص بقى كده سيبك من الابلكيشن خالص وهتدخل على الموقع ده، وهسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكربشن تحت. هو الموضوع ما فيهوش لفه، ما تقلقوش، ما فيهوش حاجه صعبه. احنا هنخش على الموقع ده بس عشان ناخد دعوه للجروب بس، ما تقلقش. بس كده هتفتح الموقع عادي، مش هتعمل اي حاجه خالص. هتدوس على اول حاجه جوين تو بيتا، بس كده هتعمل اكسبت على الدعوه وكده خلاص. كده انت بقيت موجود رسمي في الجروب ده. الجروب ده عامل زي ايه؟ زي بوت كده او روبوت بيقدر يعمل لك الصور دي. وبس كده يعتبر خلصت اهم حاجه اللي هو انت خدت دعوه بس، خلاص كده. بعد كده هتدوس على اللي هم الثلاث شروط اللي في الجنب دول. بعد كده هتنزل على اي واحده من الاثنين دول، نيو بيست 159 او نيو بيست 198، تختار اي واحده عادي مش هتفرق. بس بعد كده كل الناس اللي فوق دي ناس عامله صورها برده زيها زي ده، عباره عن بوت هو بيعمل لك الصور دي براحتك. نيجي بقى للنقطه الاهم، ازاي بقى هتعملها. هتدوس على زائد تحط الصوره اللي انت عايزها، هو بس حاول تختار صوره جودتها كويسه. بعد ما اخترت الصوره هتدوس اوكي، هتبعتها عادي، تنزل تحت خالص هي بتحمل. اول لما تحمل على طول، بس اول ما تحمل على طول بقى هتفتحها عادي وتعملها مشاركه. هتعملها مشاركه وتنسخ الرابط. بس بعد ما نسخت الرابط هترجع عادي خالص تبعت رساله جديده، هتدوس رساله جديده عادي، وبعد كده تعمل سلاش وتكتب ايمج. بعد كده هتدوس ايمج دي بس كده، وهتحط بقى الرابط بتاع الصوره اللي انت خدتها. بعد كده بقى تختار انت عايز تعمل الصوره دي ايه، يعني دي حلاوتها. تعملها مثلا سبايدر مان، باتمان، تعملها فيكتور، كرتون، اي حاجه تعملها بالحاجه اللي انت عايزها. يعني مثلا لو عملناها وليكن استنوا ممكن عادي كده ممكن تجرب كتير قوي، ممكن تعمل صور كتير قوي. لا ممكن نعملها مثلا سوبرمان وبس كده. تدوس اوكي. لا استنى، في حاجه اخيره صغيره. وبعد كده هتحط الكود اللي هقوله لكم عليه دلوقتي وهسيبه لكم برده في الديسكربشن. وبعد كده خد كوبي واحفظه عندك عشان لما تيجي تعمل اي صوره لازم هتحتاجه. هديك تحت دلوقتي ويتنج تو ستارت. بعد كده هيبدا بقى يحمل، سيبه بقى يحمل 5 كده. هو هتلاقي ناس غيرك بعد كده بتبعت وبتحمل، هو هيحمل وبعد ما يحمل خالص هتلاقيه بعت الرساله تحت خالص. هو بياخد وقت، يعني ممكن ياخد مثلا دقيقه ولا حاجه او اقل من دقيقه. المهم لما يجي يحمل هو بيطلعها، هيفضل يحمل الصوره من جوده اوحش لاحلى شويه، لاحلى. فانت استنى لحد ما يخلص خالص 100%، بعد كده بص على الصوره هو لسه بيحمل. شفت زي اللي تحتينا ده مثلا، اللي تحتينا ده بيحمل الصوره بتاعته 43%، تقعد تحمل لحد ما تجيب 100% تلاقي الصوره واضحه جدا. انا الصوره بتاعتي برده ابتدت تحمل، مش هبص عليها دلوقتي لما تخلص، هي ابتدت لسه بتحمل. اول ما تحمل خلاص تلاقي الرساله نزلت تحت خالص. يلا مش عايز ابص عليها، حاسس ان شكلي فيها هتطلع وحشه قوي زي الصور الثانيه اللي استعجل فيها. بص مش هبص عليها وانزلها اشوفك في 100%. خلصت بوم الصور بعد ما خلصت. الصور بعد ما خلصت رايقه جدا. بص هو الملامح حاسسها اوفر شويه بس الصوره رايقه. حتى انت لو صورت صوره بوضع معين او بشكل معين هتلاقي لك نفس الشكل بالظبط، بس مثلا بالافكت اللي انت عايزه. ده كده افكت سوبرمان. انت ممكن بقى الحلو ان انت ممكن تعمل اي حاجه. انت لو عايز تعملها اي حاجه حرفيا تعملها سحر، تعملها اي حاجه. انا هوريك شويه حاجات انا مجربها دلوقتي. في حاجه زي كده، في حاجه زي كده، في زي كده. دي صوره كده كنت ماسك فيها الموبايلين، يعني حطيتها لقيتها طلعت لي كده، بس مش عارف لابس نضاره ليه. ودي عيل صغير، هقول ان عيل صغير. ودي سبايدر مان ومش عارف، وده باتمان، وده ايرون مان، وده اللي هي سحر. انا ما كانش في ايدي الصوره دي نفس اللي انا لسه حاططها دلوقتي او حاجه شبهها. وده راجل فضاء، وده راجل فضاء برده. بس في الحلو انت ممكن تجرب حاجات كتير قوي. طب خلينا نجرب حاجه ثانيه في السريع. المهم ما قلتلكش حاجه مهمه قوي. اول مره تيجي تعمل الصوره دي، اول لما تخلص الكلام ده كله وتدوس اوكي وتبعتها، مش هتعملها، لازم هتدوس اكسبت وبعد كده بقى تعملها اللي انت عملته تاني. بعد كده بس خلاص، بعد كده تعملها على طول عادي. خلينا نجرب واحده ثانيه. هنعمل اول حاجه اللي هو الشرطه، بعد كده نختار اللي هو الايمج، بعد كده نحط اللينك، دوس سبيس، بعد كده تحط اللينك بتاع الصوره، بعد كده دوسنا سبيس. بعد كده ممكن نعملها عملناها سبونج بوب، مش عارف هيطلع لي ايه الصراحه. بعد كده هنحط الكود ده، بس الكود ده لازم يبقى محطوط مظبوط جدا.
يعني لازم بنفس المسافات بنفس كل حاجه بالظبط، لانك لو عملت اي حاجه تانية هيديك فيلد مش هيشتغل اصلا. وبس وندوس اوكي وين ستارت يحمل. مش عارف هيطلع لي سبونج بوب ايه، مش عارف الصراحه. هو بياخد وقت اما يحمل شويه، يعني ممكن ياخد من دقيقه مثلا لدقيقتين بالكتير. الموضوع اكتر في الصور التانية، يعني لو صور فيها شكل كامل كده تبقى جامده جدا برضو. هو بص اداني حاجه كده بس انا عملت نفسي خدتش بالي يعني عشان اشوفها لما تيجي. تقريبا حط لي عيل صغير تقريبا كده، شكلها قربت تخلص. عايز ابص على كام في المية بس اشوف الصوره كده خلصت. تلاقيها تحت خالص اهي. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ لا جامده جامده بس رايق. وده كده عباره عن بوت ما بينتهيش، ممكن تجرب الصور زي ما انت عايز من هنا للصبح. وزي ما قلت لك الحلو انه ببلاش. في النهايه الموضوع لسه جامد جدا، لان انا كواحد عادي عشان اعمل صوره زي كده عشان اقعد على جهاز اشتغل عليها ممكن اخد وقت كبير جدا عشان اطلع صوره واحده. وبس كده دي كانت كل حاجه. ما تنسوش ان في فيديوهات كده جايه حلوه قوي. انا احمد زيرو، اشوفكم فيديو جديد. استنى كده، واحده واحده. راح فين راح فين راح فين؟ ما تنساش ان السحب هيكون على انستجرام، فادخل دلوقتي بسرعه اعمل لي فولو على انستجرام وتابعني. انا بص في الغالب ما بنزلش ستوريات كتير، فممكن السحب يبقى خلال مثلا من اسبوعين لثلاثه بالكتير. هختار واحد منكم بس، والله اعلم ممكن يبقى اكتر من كده بعد كده، واعمل الصور بتاعته على الابلكيشن اللينس. المهم هعرف كل التفاصيل على ستوري انستجرام، الرابط في الديسكربشن تحت. وبس كده، سلام.